نحن لما كان قبل يطلع الواحد يعارض قرارات الدولة كان يكون معارض لبشار الأسد ويختفي بخبر كان. هلأ بيكون يا كافر يا ملحد. يعني أول شغلة كلامي كاذب 100%، لأنه كلياتنا بنكون مرات معارضين للدولة، بس بنكون بنائين، يعني بنعارض لحتى نبني وطننا، لحتى نبني سوريا، بنكون كلياتنا ايد وحده. هذا الفرق هو بيننا وبينكم. انتوا بتعارضوا لتهدموا، ما بتعارضوا لتبنوا. انتوا كل همكم انكم تكونوا ضد الدوله، ضد قرارات الدوله، ضد كل شيء بيطلع من الدوله. انا ما بقلك في شغلات غلط، بس كمان في نفس الوقت بدنا ننتقدها في نقد بناء، ما بننتقدها في نقد يهدم. لانه نحن اليوم بدنا نكون جنب شعبنا وجنب دولتنا لحتى تنبنى. اذا ما بدنا نكون جنبها، مين ما كان بيطلع بيحكي كلمه وبتؤدي للفتنه، بتؤدي للهدم، بتؤدي للمشاكل. فلازم الانسان يعرف ايش عم بيحكي وايش عم بيتصرف. فلا تطلعي بس بدك تحكي كم كلمه مشان تقولي قدام العالم انه انا حكيت.